السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل طريقة عمل المكرونة المشطشطة باللانشون. اوكي. والزيتون. جميلة جدا جدا جدا. احنا الزيتون هنحطه في الآخر، يعني في ما نغرف الطبق، بس أنا هوريكم هنعمل ازاي المكرونة باللانشون والمكرونة المشطشطة باللانشون بطريقة نرمو. أول حاجة طبعا معانا لانشون، معانا طماطم وشطة حراقة، لأن هي مكرونة مشطشطة ومكرونة مسلوقة أي نوع. ممكن تعملي أي نوع، مش شرط اللي أنا عاملاه مرمرية. أوكي. أنا هنا صفيت المكرونة وهحتاج ملح وفلفل ومعلقتين صلصة، وهنعمل الصوص مع بعض. وأسرع مكرونة مشطشطة باللانشون بطريقتي هتعجبكم بإذن الله تعالى. هنولع النار. اول حاجه هنعملها طبعا سلقنا المكرونه، طبعا كلكم بتعرفوا تسلقوها، فانا قلت على طول اسلقها عشان وقت الفيديو مطولش عليكم. تمام. ننزل بالزيت، شويه زيت حلوين كده. هتدوقوا بقى وهتجربوها وهتدعوا لي احلى شويه مكرونه باللانشون مشطشطين بطريقه نرمو. حطينا الزيت الجميل بتاعنا. اوكي. هننزل اول حاجه بالخلطه بتاعتي، الطماطم والشطه دي. لو انت عايزه تحطي فلفل رومي براحتك، انا ده عاملاه فيديو للناس اللي بتحب الشطه زيي وبتخربها في الشطه زيي. طبعا هنزل انا بالحاجه الجميله دي اللي معايا، اللي هي الطماطم والشطه الحراقه. والله انا حاطه قرن بس، حتى مش مكتره، يعني عشان ايه؟ انا بحبها بس عشان برضو ما تبقاش اوفر، بس هي حراقه. لو عايزه تحطي فلفل رومي بتعمليها بنفس الطريقه ما يضرش. اوكي. طبعا هنقلب كده المكرونه، سوري، الطماطم مع الشطيطه. اوكي. شويه بقى مع بعض كده بالزيت. هتشوفوا النهارده ان شاء الله احلى مكرونه باللانشون. والف مبروك لمنتخب المغربي، ومبروك لكل الناس المغاربه اللي معانا في القناه. كلنا اخوات طبعا، مصر والمغرب، كلنا المغرب بلد شقيق، والف مليون مبروك ليهم وللمنتخب المغربي، ويا رب دايما في افراح كده وسعاده. اهو بنقلب بقى المكرونه قصدي مخي في المكرونه خالص. بصوا هنقلب. شوفوا الصوص الطماطم بيطلع ازاي، هيبقى جميل قوي مع المكرونه واللانشون. مكرونه باللانشون فكره جديده وجميله، جربوها وهتعجبكم جدا جدا جدا. ما رضيتش احط توم ولا بصل عشان تبقى خفيفه. نزلنا بالزيت اهو برشات الطماطم والشطيطه الحاميه الولعه. يلا عشان هنخربها النهارده. تمام. هنحط بقى ايه؟ هنحط بقى دلوقتي ايه؟ بنرمو. بصي هنحط معلقتين صلصه كمان مع الميكس ده عشان نعمل صوص جميل كده قبل ما نحط اللانشون. تمام. انا مش عايزاها مصلصله قوي، يعني فاهمين؟ انا مش عايزاها مصلصله قوي، يعني عايزين صوص جميل كده وخفيف. اوكي. اهو كفايه كده. وبعدين هنزل بقى بميه من الفلتر كده، حبه صغيرين. وبعدين هقلب ده كله قبل ما احط اللانشون والملح والفلفل. يبقى احنا نزلنا بقرن فلفل وطماطمتين، وبعدين معلقتين صلصه، وبعدين هنحط اللانشون ونحط بعد كده الملح والفلفل في الاخر. تمام. بعد ما الصوص ده يعمل معايا شويه كده، احس انه بدا يمسك، يعني مش يمسك، يعني تحس انه صوص محترم كده. مرضيش اضرب طماطم في الخلاط، قلت اعملها كده ترانشات احلى بالطماطم. هنزل بقى باللانشون بتاعي. اوكي. زي ما انتم شايفين كده، يعني ما كترتش، حبه لانشون كده صغيرين. انتي عايزه تكتري وصفتك كبيره كتري. اوكي. هنقلب ده كله مع بعضه، اللانشون مع الطماطم مع الشطه. اكله بقى هتدعولي عليها وتاكلوا صوابعكم وراها. والزيتون هيبقى وقت التقديم بس. تمام. الزيتون امتى؟ هيبقى وقت التقديم. هنحطه على الوش كده، هيدي الطبق شكل خرافه. طبعا احنا الميكس ده كله هنحط له ملح وفلفل. الموضوع سهل، ما خدش مني اي وقت اهو. ملح وفلفل، مش هحط اي توابل تانية. اوكي. بس مش عايزه احط ملح كتير، عايزه اتحكم فيه الاول وادوقه قبل ما يبقى كتير وما اعرفش اتحكم فيه. اوكي. زي ما انتم شايفين كده.
هندوق الملح. يا خراشي على الشطه، انا مفتريه كده. الملح تمام. هننزل بقى بالفلفل الاسود عشان نخربها زياده، فتاكلوا احلى مكرونه مشطشطه باللانشون بطريقتي. طبعا هنقلب تاني الفلفل الاسود مع الملح مع الميكس ده. طبعا الفلفل مش باين قوي لان انا حاطه قرن صغير، والله جهنم اهو. هنقلب كده زي ما احنا شايفين. طبق جميل قوي يا جماعه، مش هياخد منكم اي وقت، سريع جدا. ننزل بالمكرونه يا نرمو، يلا يا نرمو. ايه الجمال ده يا نرمو، العسل ده يا نرمو. سريع مخدش 5 دقايق الموضوع. هتدوقوا احلى مكرونه بطريقتي. شايفين العسل، شايفين الشهيه، يعني بتشهي بجد 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 والله. خطيره. انا مش بشكر في نفسي بس فعلا واو، تفتح النفس وسريعه وفيها لانشون وفيها فلفل حراق للناس لمحبين الشطه واللي خاربينها زيي. تمام اهو زي ما انتم شايفين اهو. اللانشون بقى ظهر معانا اهو مع المكرونه. طبق زي المكرونات الايطالي كده على السريع يا جماعه، ينفع وانت جايه من الشغل سريع كده للاولاد، جميل. بس الاولاد لو هياكلوا بقى ومش عايزين شطه حطوا فلفل رومي. تمام اهو. هنروح بقى نغرفه ونقدمه مع الزيتون، وهتشوفوا احلى مكرونه مشطشطه باللانشون والزيتون بطريقتي. خليكم معايا. الشكل النهائي لاحلى طبق مكرونه مشطشط باللانشون بطريقتي. يا رب يعجبكم جدا جدا جدا، وبيشهي وجميل جدا، تحفه جدا جدا. ما خدش مني 10 دقايق اقسم بالله، بكمل 10 دقايق بعد سلق المكرونه. طبق جميل جدا ولذيذ وشهي وجميل ومش هياخد منك اي وقت او مجهود. يا ريت لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واشوف حضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات وصفات نرموتو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.